جبن أبيض على طريقة أمي رضي الله عنها، بالتأكيد الطعم يسكاسك. أحد أسرع وأطيب الطرق اللي ممكن تسوون بيها الجبن بالبيت. أكو عدة طرق راح نشارككم منها بعدين إن شاء الله، بس هذه من تاكلوا إنك راح تحسون بنوستالجيا للزمن القديم، ما أعرف ليش صراحة. تعالوا نشوف طريقة العمل. عندي لترتين من الحليب، فورتو أول تفورة، يعني خلينا نقول بسترة، خليتوه يبرد، بعدين رجعتوا حميتوه على أو دفيتوه خلينا نقول حتى توصل الحرارة 40-43. ما عندكم إحرار طيب تخلون إصبعكم بيه، يعني حار بس ما يلشع، متفقين؟ طبعا العملية صارت بإشراف الحجية، لأن أنا صراحة مو كلش يعني مجرب هاي الأمر. راح ناخذ شوية حليب، كوب، خلي عليه خاشوقة كوب من الملح ونذوبه زين. بعدين راح نستخدم خمرة الجبن أو ما أعرف شو يسموها أنتو بالأصل، خاشوقة شاي، خليها بكاسة الحليب وراح نخلط، لازم يذوب بشكل تمام. طيب بعدين ضفتوها على الحليب، الخمرة ضفتوها على الحليب، بعدين حركتوها تحريكة بسيطة. يعني أثناء التحريك راح تشوفون الجبن راح يجبن وراح يصير تكتلات، ممكن يتأخر شوي، ممكن، شي طبيعي حسب نوع الحليب وجودة الخمرة مالتكم. خليه على النار تقريبا دقيقتين بعد ما يجمد، بعدين راح نصفيه بالكيس مالت الجبن أو أي وصلة عندكم ممكن تصفوه بيها. طيب بعدين اعصروا زين المي، تخلصوا من كل المي، وتيجي آخر فقرة إنه تخلوه بمصفي، ممكن تخلون عليه ثقل حتى يصير كبس أسرع، ممكن تخلوه هيك مباشر، أساسا هو راح ينشف يعني. أعتقد ياخذ وقت تقريبا ساعة أو أقل مرات بدون ثقل، وبس راح يصير عندكم بهذا الشكل اللطيف. طعم يعني ما يوصف صراحة، شي عجيب. خلينا بالثلاجة، أكيد لازم توردوه حتى تركز النكهات ويصير أطيب، راح يصير لكم بهذا اللطافة. جربوه، رهيب باللفات، يعني عالم آخر من النكهة. عليكم بالعافية.